كالمعتاد دائما لازم يكون في شوية تعديلات. ما لقيت سايزي، لقيت سايزي كبير. أوكي، حأقصر شوي من الفستان، حأضيق من الخلف. بس دائما عندي نفس المشكلة المتكررة مع غالبية الفساتين اللي تكون أوف شولدر، إنه الفتحة كتير واسعة. فاللي حسويه لما يقصر الفستان من تحت حيكون عندي قماش زايد تقريبا بحجم الحزام. فإيش حخليه يسوي؟ عملت له القماشة بهذه الطريقة تكون مثل الرفلز. أوكي، وحخليه يدخلها هنا من تحت الفستان. راح أعمل بهذه الطريقة بس يدوب. طبعا حيبدأ صغير من هنا، بعدين يبدأ يكبر ويرجع مرة ثانية يصغر. فكده حأكون قدرت أغطي فتحة الصدر الواسعة هنا بالنص. لذلك الخياط عندي بالبيت يعني مثل العاملات، بس هو طبعا ما ينام هنا، يداوم من الصبح بالليل حق كل هذه التعديلات اللي أحتاجها أول بأول للمناسبات. لأنه عندي كده ستايل معين أو حدود معينة، خليني أقول باللبس، فأحتاجه بقوة. فالبارح لما زبط لي الفستان قلت والله أحسن فكرة سويتها أني جبت هالخياط وخليته عندي طول اليوم. وغير كده القطع القديمة اللي عندي صرت أرجع أعيد إحيائها بس بشكل جديد. أضيف، أشيل كم، أحط كم، أقصر، أفتح، أسكر، أضيف مثلا كريستال على جنب. يعني أحاول أعمل تغييرات بالقطع القديمة اللي موجودة عندي وما أرميها، بالذات القطع العزيزة علي. فآي ثينك إني حبدأ كل ما يصير عندي شيء يحتاج تغيير حشارككم فيه. وإذا أنتم عندكم أفكار فأعطوني أفكاركم. إذا في أفكار أشياء أنتم تسووها، مثلا إعادة تدوير بعض القطع، تغييرها. حلو إنه الواحد القطع القديمة اللي يحبها كثير وعزيزة عليه بدل ما يتخلص منها يرجع يعيد تدويرها بشكل جديد ومختلف، أو يلبقها بطريقة مختلفة. ولأنه أنا أحب هذا العالم، عالم الفاشن، فقلت راح أبدأ أشارككم التغييرات ولو كانت بسيطة اللي أسويها بالقطع اللي أشتريها.